السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وفيديو جديد وجولة جديدة. متغرب في السعودية، بس النهاردة من بلدي مصر وبالتحديد اسكندرية. في مدن بتتزار وفي مدن بتسكن جوه القلب، واسكندرية من النوع التاني. دي بلدي اللي اتربيت وعشت عمري كله فيها، ومهما غبت عنها روحي بتروح ليها. نبدأ رحلتنا من الماكس، واحدة من أقدم مناطق اسكندرية. مكان بسيط في شكله، عظيم في تاريخه. هنا الناس بتيجي عشان تتنفس وتملى روحها بالهوا اللي كله يود. في بحر الماكس بالتحديد، هنا البحر والفنار ورملة البحر، هنا الحياة. مجرد ما تقعد على الشط وتشوف بعينك البحر والسفن، دي كفيلة تغير مودك اليوم كله. عايز اقول لكم ان الصيادين هنا وارثين المهنة ابا عن جد. في منهم الصيد اكل عيشه، وفي منهم الصيد بالنسبة له هواية. بس مش اي هواية، ده ادمان. مجرد ما السنارة تغمز وتطلع بسمكة، ده للصياد حاجة جميلة جدا، ما يحسهاش غير اللي عاش اللحظة دي. شوفوا منظر مراكب الصيد في البحر، دي الناس اللي أكل عيشها الصيد. بس المنظر بالنسبة ليا وليك، ايه يا عم الجمال ده؟ تحب تتفرج اقول لكم على حاجة؟ من حلاوة المنظر الوقت بيعدي وما تحسش بيه. تعال بقى شوف على كوبري الماكس الصيادين بيبيعوا رزقهم بإيديهم. زي ما حضراتكم شايفين طاولات السمك طازة طالع من البحر، وتعب يوم كامل بيتحول للقمة عيش. هو ده رزقهم، ورزق الناس اللي بتشتري أحلى أكلة السمك اللي طالعة من بحر الماكس. وقبل ما نمشي من الماكس، كان في طريقنا مطعم زفير للأسماك، من أشهر مطاعم الأسماك في اسكندرية. وما ينفعش تمشي من الماكس قبل ما تعدي على أقدم بيت في الماكس، عمره حوالي 200 سنة. اتشهر باللوكاندا الحمراء عشان كان بيتميز بلونه الأحمر، وكان استراحة مفضلة لجاليات الأجانب. واتسمى كمان بيت العصابة عشان اتصور فيه فيلم رصيف نمرة 5 بطولة فريد شوقي ومحمود المليجي، وكان وقر عصابة محمود المليجي. ومن وادي القمر يا ناس يا قمر، نطلع على الطريق الدولي ونعدي على الملاحات دي تاريخ اقتصادي وصناعي، وكمان موطن لثروة سمكية ضخمة. ونعدي على بشاير الخير، نقطة مهمة جدا. هنا تشوف ازاي المكان ممكن يتغير، وازاي الانسان يتحط في بيئة آدمية تطلع منه حياة جديدة. بشاير الخير نموذج ان التطوير مش مباني، التطوير كرامة. زائد مشاريع وزارة الاسكان في اسكندرية بتغير شكل المدينة، تطوير عمراني على اعلى مستوى وحياة افضل وارقى كمان مما تتخيل. التطوير العمراني فيها بجد خيال. وبعد كده بنكمل طريقنا عشان نطلع على البحر. الطرق جميلة ومريحة للنفسية، ومنظر النخيل